ليه؟ وتم الغاء الاستاد وتم تسميته باسم عبد اللطيف ابو رجيله، وكاني عايز مثلا ايه امحي تاريخ محمد حسن حلمي. وفي نفس الوقت افاجئ، يعني احنا بنتكلم على جنينه. مستشار مرتضى منصور بيقول لو امبارح كان طبعا كان في اسقاط، يعني كلام اسقاط، هو بيحاول يبين قدام الراي العام ان هو بيتكلم بادب واحترام عن والده حازم امام، فكان كلامه بالظبط كده. يا ريت تجيب السيده الوالده، قال كده الاول، السيده الوالده تجيبها تخش النادي وتلف معاك، يعني جيب ماما. انت عارف مستشار مرتضى عايز يدوس شويه يقول لك وحياه امك، لكن ماما دي اشيك شويه، او السيده الوالده. المهم السيده الوالده او تجيب ماما، او خلي ماما هي اللي تجيبك، كنوع من الاسقاط على حازم امام وعلى سيده فاضله هي زوجة الله يرحمه كابتن حماده امام. كابتن حماده امام علاقتي بيه اقوى من علاقتي بحازم، يعني يمكن حازم امام صاحبي وصديقي ولعبنا مع بعض كوره وبتاع، كابتن حماده امام ده كان احد اهم اسباب شهرتي واحد اهم اسباب نجوميتي بتعليقاته، ويكفي ان هو علق على ماتش مولوديه الجزائر. انت بتعمله ده كل ده في ذاكرتي ودايما في بداياتي كان حماده امام جزء كبير جدا من يعني وصولي للجمهور وجمهور نادي الزمالك. فزعلت جدا من الاسقاط على حازم، وبعد كده مش هنضحك على بعض، هو في النهايه هو فعلا مستشار مرتضى عنده حق ان هو يقول ان انا ما عملتش جنينه باسم حازم، بس هي بالعكس، ده هو عمل يافطه حطها على الباب الرئيسي لنادي الزمالك اللي هو قدام نادي الترسانة، واليافطه دي كبيره جدا باسم حازم امام. اذا انت عامل حاجه لحازم اكبر من الجنينه 100 مره. فهي القصه ان انت مش عامل يافطه على جنينه ولا يافطه على باب، هي القصه ان انت شلت اليافطه ولا لا. فانت فعلا شلت اليافطه بعد ما حازم حصل موقف في اتحاد الكوره، فانت شايف ان حازم سلبي. بص هتكلم منتهى الصراحه، حازم ما خدش قرار قوي في الاستبدال، ممكن يكون ليا راي، وكان لازم حازم يبقى اقوى بغض النظر ان هو فرد. مجدي عبد الغني بيخش بصوته العالي ويتكلم ويقول استبدال وما اعرفش ايه، حازم مؤدب، طريقته مؤدبه، لازم يكون اكثر قوه مثلا في الحق، في الحق النديه، مش في الحق مش في الباطل. لكن هنختلف مع دي، ننتقد دي، لكن هسأل سؤال، هو ليه حازم امام النجم هو اللي بيتهاجم؟ طب ما في خالد لطيف برضه في اتحاد الكوره، وده جده محمد لطيف، وكان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك برضه، لماذا لم يهاجمه مرتضى منصور؟ في كرم كردي وهو صديقه، وكرم كردي على فكره ابنه هو اللي عمل انتاج شريط عزيز الشافعي في المئويه، والدكتور كرم كردي من الناس الزملكاويه واللي بيسهر معاه وبيتعشى معاه بالليل وصديقه جدا. فبالتالي يا جماعه اللي حصل امبارح زعلت جدا، لان انا كخالد الغندور لا اسمح لنفسي ابدا ابدا ان انا يعني اهين او اتكلم بصوره سيئه عن مرتضى منصور. مرتضى منصور لا يقبل النقد، حتى اما يتم انتقاده من واحد من الجمهور عادي، يعني مثلا واحد يخش معاه على التليفون يقول لي مثلا ايه ده مرتضى منصور ده احسن رئيس نادي في الدنيا وما فيش زيه، واحد تاني بعديه يقول مرتضى منصور ده بوظ النادي يروح داخل عايز يشتم في الجمهور وعايز ليه؟ ما هو كل واحد ليه رايه وكل واحد ينتقد زي ما هو عايزه، ليه بيعطي الحق لنفسه انه ينتقد الاخرين؟ وبل بالعكس كمان يتريق على شكلهم، على طولهم، على قصرهم، على تخنهم، على شعرهم، على الصبغه، على المعرفش ايه، على الباروكه، كل ده ويجي يزعل من لما حد ينتقده. ليه ندخل الام في اي حاجه بقى بعد كده؟ يعني ليه ندخل الام او نرمي اسقاطات على الام او نهين حازم امام او عبد الحليم علي او محمد حسن حلمي او خالد الغندور او احمد سليمان او فاروق جعفر او اي حد من النجوم الكبار اللي مثلوا نادي الزمالك وتعبوا وعرقوا وجابوا بطولات لنادي الزمالك؟ ليه احنا بنحترم كل الناس بما فيهم مرتضى منصور، ونلاقي مرتضى منصور يحترم بالعكس ويجل من كان يلعب في النادي الاهلي؟ يعني في يوم من الايام كان عايز يعمل شارع باسم كابتن صالح سليم، كان عايز يعمل شارع باسم وزير العدل الزند، كان عايز حسام البدري يدرب النادي الاهلي، وكل الزمالك، كل احترام لهؤلاء الاشخاص، لكن في نفس الوقت لابد من احترام بقى ولاد النادي بقى.
اللي تعبوا وعرقوا ولعبوا في نادي الزمالك وهم انت رئيسهم، يعني انت ما اصل انت رئيس نادي الزمالك يعني رئيس كل الزملكاويه، فلابد انت اللي تحمي الزملكاويه، حتى لو انت شايف ان بعض الزملكاويه مش جامدين او بيتكلموا ممكن في اسلوب افضل من ان احنا نهين الاشخاص، لان انت لا تقبل على نفسك هذا الكلام، وانا لا اقبل على نفسي ولا على غيري ولا على زمايلي ولا عليك ان حد يهينك. فلابد من وقفه جاده، من حقك ان انت تنتقد، من حقك ان انت تلوم حازم، لكن دون الاهانه او الاسقاطات على اي فرد عندما تختلف معه. وانت مش مختلف معاه كويس، وحصل مع احمد حسام ميدو قبل كده، وبعد كده اختلف معاه ميدو، هاجم رجع كلام على حلمي وحش حلو، مؤمن وحش حلو، مش هينفع الكلام ده، مش هينفع بعد كده. لابد يا جماعه ان المنظومه كلها تحترم بعض، وان مرتضى منصور يحترمنا زي ما احنا بنحترمه. نطلع لاغنيه فاصل ونعود.